السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح درس جديد وهو create surface. ازاي اعمل سطح لأي نقط عندي ويجيب لي المساحة والمحيط بتاعة السيرفس ده. اول حاجة من قائمة سيرفي هنا بننزل تحت سيرفيس ميجر، بنضغط عليها. عندي تحت هنا على الشمال باي هاند واوتو. اوتو ديت هيرفع لوحده، باي هاند لا، انا عايز اروح عند النقطة وارصدها هنا. هقول له باي هاند ونروح عند النقطة ونرصدها. سميها لي اس اف واحد، سيرفس واحد. هقول له اوكي، وبعدين اتحرك اروح مكان تاني وارصدها برضو. عمل لي خط ما بينهم. اروح على مكان تالت هنا ونرصده. ونروح على المكان الرابع ده ونرصده. انا عملت خدت الاربع نقط دول. طب عايزه يقفل لي الشكل، هضغط على علامة الصح دي، ضغطت عليها قفل لي الشكل بتاعه اهو. البارامتر ده اللي هو المحيط بتاع الشكل بتاعي 9 متر و40 و8 ملي. وعندي هنا الاريا اللي هي المساحة 7 و38 و9 متر مربع. طب السطح دوت مثلا عايزين نطلعه من الجهاز، ناخده مثلا على اللاب او كده. بضغط على كلمة سيرفس تحت هنا اللي هي التانية، ظهر لي السيرفس اهو. بضغط عليه، لو عايز اعدل فيه حاجة بعمل له edit delete لو انا عايز امسحه، وكونتينيو لو انا عايز اكمل نقط كمان. طب اكسبورت دي بقى اللي انا هصدره بيها، هنصدره ونضغط على اكسبورت. جالي تحت هنا ده اسم السيرفس بتاعي، هنسميه احمد واقول له اوكي. هنا بختار مكان الحفظ بتاعي مثلا نحفظه هنا. بضغط على ديت، عندي هنا سيرفس بطلعه سيرفس عادي. تحت هنا لوكال كوردينيت شيب بيطلعه بصيغة الشيب فايل. تختار اي صيغة احنا عايزينها، طلعه بصيغة سيرف وبقول له سيف. كده خلاص هو اتحفظ في المكان ده.